أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول رسميا تعرف على قرارات رابطة الأندية النهائية بشأن قمة الأهلي والزمالك. جاءت قرارات الرابطة على النحو التالي: توقيع غرامة مالية على الزمالك اعتبار الزمالك مهزوم 2-0، خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بخلاف هزيمته من الأهلي، معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب. اختار النادي الأهلي رسميا باعتباره فائزا بنتيجة 2-0. خبرنا الثاني النادي الأهلي يعلنها: تلقينا خطاب رسمي من الرابطة بشأن اعتبارنا فائزا. حسم النادي الأهلي الجدل حول إمكانية إنه يكون فخ إن النادي الأهلي ما يروحش مباراة النهارده والكلام اللي اتقال ده، وأكد النادي الأهلي على إنه خلاص تلقى خطاب رسمي من رابطة الأندية. خلاص النادي الأهلي دلوقتي بقى معاه مستند رسمي من الرابطة يفيد باعتباره فائزا بالقمة. خبرنا الثالث تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة بعد انسحاب الزمالك. بإذن الله مباراة النادي الأهلي القادمة هتكون ضد فاركو يوم الجمعة القادم، يوم الجمعة الموافق 28 يونيو في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة. خبرنا الرابع وزارة الرياضة تعلنها: الوزير هو من قرر عدم ذهاب النادي الأهلي لاستاد القاهرة اليوم. أكدت وزارة الرياضة على أن الوزير هو من اتخذ قرار عدم ذهاب النادي الأهلي إلى استاد القاهرة اليوم ونزول ملعب المباراة، وتكرار ما حدث في السابق من انسحاب الزمالك حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على صورة مصر أمام العالم. خبرنا الخامس اتحاد الكورة يكشف عن ما سيفعله اليوم مع الطاقم التحكيمي الأسباني بعد إلغاء القمة. أكد اتحاد الكورة على أنه هيتم استبدال يوم طاقم التحكيم في القاهرة اليوم، بدلا من أنه يحكم المباراة لا هيتعمل له جولة سياحية في القاهرة.